هادي ماشي أول مرة ندير تحدي بحال هاكا. قبل جربت تحدي 90 يوم وفعلا بدل حياتي بزاف. ومن بعد قلت مع راسي علاش ما نزيدش نجرب واحد التحدي اللي جديد وأصعب وأقوى. وهنا بديت مع 70 hard day challenge. الصراحة ما كنتش عارفة فين غادي يجرني، ولكن دابا نقدر نقول لكم حياتي تقلبات 180 درجة. اول مره نسمع بهذا التحدي كان صدفه، شفت فيديو قصير ديال واحد جربه. فاش بديت كنقلب على هاد 70 days hard day challenge لقيت باللي هو ماشي غير تحدي عادي، هو بحال واحد النظام ديال حياتك اللي كتعيش فيه 75 يوم كاملين بلا توقف. خليني نوريكم بالضبط شنو هو هاد 75 hard day challenge خطوه بخطوه. هو كيتكون من 5 المهام أو التحديات اللي خاصك ديرهم كل نهار لمدة 75 يوم. المهمة الأولى هي التريني 2 المرات في النهار، كل وحدة فيهم مدتها 45 دقيقة، والتريني على برا ومرة لداخل، وخاص يكون بيناتهم 2 سوايع. وضروري التريني على برا سواء كان البرد ولا الشتاء ولا الصهد، ما كاينش أعذار. طبعا ما كاينش رياضة محددة اللي خاصك ديرها، عندك بزاف الاختيارات بحال الجري، الرقص، المشي، كرة القدم، تمارين المقاومة إلى آخره. الخطوة الثانية هي أنك تشرب 1 gallon of water اللي كتعادل تقريبا 4 لتر من الماء. كتبان مستحيلة وخاصة للناس اللي ما كيشربوش الماء بزاف حالي، ولكن حيت كنديروا مجهود بدني وزوج المرات في النهار راه جسمك غادي يحتاج الماء وغتولي تجيك سهلة مع الوقت. المهمة الثالثة هي تقرأ 10 صفحات من كتاب، وماشي أي كتاب، خاصو يكون كتاب فيه فائدة كيعلمك أو كيفيدك بحال كتب التنمية الذاتية. وخاص الكتاب يكون مطبوع ماشي PDF ولا أوديو بوك. الخطوة الرابعة هي تصور راسك كل نهار. التحدي كيقول أنه غادي تتبدل، وباش تقدر تلاحظ هاد التغيير خاصك ضروري تصور راسك كل نهار. هاد الخطوة راه مهمة لأنها كتخلينا نشوفو التغيير بعينينا. الخطوة الخامسة والأخيرة هي تقاد البروغرام ديال الماكلة خاص بك، سواء كنتي باغي تنقص الوزن، تزيد أو تبقى في الوزن ديالك. الماكلة خاصة تكون صحية 100%، وهادشي راه كل نهار. ما كاين تشيت ميل لأن التركيز على الديسيبلين ماشي الصحة ولا الوزن. هادو هما الخطوات اللي خاصك تلتزم بيهم لمدة 75 يوم. ولكن عرفتي علاش سميتو 75 هارد؟ لأن إلا شي نهار قريتي مثلا غير 9 صفحات أو ما درتيش الرياضة 2 المرات في النهار، خاصك تعاود التحدي من الأول وخا تكون وصلتي للنهار 50. لهذا بزاف الناس كيفشلوا في التحدي وما كيقدروش يكملوا بحالي أنا. دابا غنقول لكم تجربتي الشخصية والصريحة جدا مع هاد التحدي. الأيام الأولى كنت متحمسة ومحفزة وكنت كنقوم بجميع الخطوات، وخا لقيت صعوبات مع شرب الماء وأنني خاصني نتريني 2 المرات والماكلة الصحية، ولكن وخا هكاك كنت ملتزمة ومنضبطة حتى النهار تقريبا الثامن ونسيت ما صوت راسي، وتما حسيت بالفشل وعرفت أنني خاصني نعاود من الأول. لأن الهدف كما قلت لكم من التحدي هو الانضباط والالتزام. كان خاصني نتقبل هاد القواعد ونعاود من اليوم الأول من جديد. بديت التحدي من جديد، ولكن هاد المرة بتحفيز أقل لأنني كنت حاسة ما غاديش نلتزم. وفعلا بعد 3 أيام واحد النهار كنت عيانة ما مشيش ترينيت وخربقت حتى في ماكلتي، وهنا بديت كنحس بالفشل وعرفت راسي أنني ما عمرني غادي ننجح فيه، أنه صعيب عليا التزم به. حتى لواحد النهار كان جاني واحد التعليق على هذا الفيديو من واحد الشخص قال لي جربي تحدي 75 هارد، وتما قلت علاش ما نعاودش نجرب من جديد. هاد المره الحافز اللي عندي هو انني نقدر نلتزم به ومن بعد نعاود لكم على التجربه ديالي. وبديت التحدي من جديد وهاد المره بشكل احسن، وحتى الظروف كانت معاوناني بزاف. وباش ما نطيحش في نفس الخطأ المره السابقه نزلت هاد التطبيق باش يعاونني يفكرني الا نسيت شي خطوه شي نهار. وهكا اي خطوه كنت كنديرها كنسجلها في التطبيق وكنشوف اشنو الخطوات اللي باقي ليا. من بعد ما بديت في التحدي عرفت ان السر في انني نلتزم هو انني نلتزم. ما كاينش طريقه اسهل ولا اسرع، خاصني نبزز على راسي ونقاوم راسي، لان العدو ماشي هما الظروف ولا الناس، العدو هو راسي اللي كيبقى يقول لي علاش كدوزي من هاد العذاب، وخاصه ان راه المده طويله، راه 75 يوم. السؤال الحقيقي هو واش أنا ساليت هاد التحدي؟ الجواب بكل صراحة هو لا. هذه أكثر من 3 أشهر، تقريبا 90 يوم وأنا كنحاول نكمله. ما غاديش نقول لكم أنني فشلت، بالعكس أنا مازال مكملة، وخا كنخطأ
كنعاود نبدا من جديد. الدرس المهم اللي تعلمت من هذا التحدي هو ان الانضباط اهم من التحفيز. علاش؟ حيت التحفيز كيمشي وكيجي. النهار الاول كتكون متحمس، ولكن مين كيجيك الكسل ولا التعب التحفيز كيختفي، وهنا كيبقى غير الانضباط. هو داك الصوت اللي كيبقى يقول لك ديرها حتى الا ما بغيتيش، هو اللي كيخليك تكمل في الطريق حتى الا فقدتي الحماس. التحفيز بصح زوين، كيخليك تبدا وتخدم على راسك واهداف، ولكن الانضباط هو اللي كيخليك تكمل الخدمه. ومادام انني مازال مكمله في التحدي فهذا الشيء كيعني انني منضبطه، وهذا الشيء وليت كنشوفه حتى في حياتي اليوميه. لهذا كنصحكم تبداو التحدي، والاهم ما تفشلوش. يعني واخا شي نهار ما دير شي خطوه عاود من الاول وما تستسلمش.